السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هقول لكم على نظام دايت من اقوى انظمه الدايت اللي ممكن تنزلوا فيها وزن سريع جدا جدا وبمنتهى السهوله وبدون معاناه. لو كارب دايت. لو كنتوا جربتوا انظمه دايت كتير، تعالى اقول لكم ان من افضل الانظمه اللي ممكن تستخدموها هو نظام لو كارب دايت. هقول لكم على طريقه تطبيق النظام ده، هقول لكم على مميزات النظام ده، وهقول لكم على عيوبه، واخر حاجه مين اللي مسموح له يستخدم نظام لو كارب دايت ومين الغير مسموح ليه استخدام النظام ده، وكمان كل تفصيله عن الدايت ده. اول حاجه، ايه هو نظام لو كارب دايت؟ نظام لو كارب دايت بيعتمد على نشويات قليله جدا جدا على مدار اليوم في نظام الاكل بتاعك. بيكون قريب شويه لنظام الكيتو دايت، لكن ما بننزلش بكم النشويات بتاعنا للقدر ده. في الكيتو دايت احنا بننزل من النشويات بتاعتنا من 25 جرام ل 50 جرام على مدار اليوم كله من النشويات، لكن في نظام لو كارب دايت احنا بناخد من 125 جرام او 150 جرام ل 200 جرام نشويات فقط على مدار اليوم. ده نظام لو كارب دايت. باقي السعرات بتاعتنا بتتوزع ما بين البروتين وما بين الدهون، وخاصة الدهون الغير مشبعة، الدهون الصحية بعيدا عن الدهون المشبعة. اذا اول حاجة لازم تكونوا عارفينها ان احنا مثلا بناخد يومنا كله 150 ل 200 جرام فقط من النشويات. باقي السعرات بتاعتنا بناخدها من البروتين ومن الدهون ومن الخضروات. تمام؟ ده نظام لو كارب دايت. بيتقسم سعرات اليوم على مدار من 4 ل 5 وجبات، ويفضل ان هم يكونوا 5 وجبات متوزعين كل 3 ساعات وجبه. النظام ده هيساعدكم بشكل كبير جدا في خساره الدهون. تعال اقول لكم ايه الاكل المسموح وغير المسموح داخل نظام اللو كارب دايت. مسموح بكامل انواع البروتين داخل نظام اللو كارب دايت. مسموح طبعا بالدهون، ويفضل ان هي تكون دهون صحيه غير مشبعه. كمان مسموح بالخضروات، ولكن الخضروات غير النشويه. يعني ممنوع البطاطس، ممنوع القلقاس، ممنوع البسله، رغم ان البسله من الخضروات كويسه جدا وكمان بتحتوي على نسبه عاليه من الفايبر، لكنها بتحتوي على نسبه من النشويات او اللاكتوز، عشان كده يفضل الابتعاد عن البسله. ممنوع مثلا الجزر. انما المسموح به هي الخضروات الورقيه زي السبانخ، زي الملوخيه، زي الجرجير، اي خضروات ورقيه لا تحتوي على نشويات. اذا ممنوع اي خضروات نشويه او اي حاجات تحتوي على سكر داخل نظام اللو كارب دايت. اما الفواكه مسموح داخل نظام لو كارب دايت بالفواكه، عكس نظام الكيتو اللي مش مسموح معاه بالفواكه غير بنوعين بس، هما التوت والفراوله. اما نظام لو كارب دايت مسموح فيه ان احنا ناخد فواكه، ولكن في حدود ال 150 ل 200 جرام نشويات، ما ينفعش نتخطاهم. وده اللي يفرق بينه وبين الكيتو دايت. اول حاجه نسبه النشويات اللي احنا بناخدها هنا اعلى من الكيتو. تاني حاجه الفواكه في الكيتو دايت احنا مسموح لنا بس بالتوت وبالفراوله، لكن نظام اللو كارب دايت ممكن ناخد اي فواكه، لكن سعراتها تكون في حدود ال 150 ل 200 جرام نشويات فقط على مدار اليوم. اي اكل تاني مسموح بيه مفيش اي مشكله، ولا يفضل البقوليات داخل نظام اللو كارب دايت لاحتوائها على النشويات، لان كل 100 جرام من البقوليات بيحتوي على 15 جرام من النشويات. عشان كده لا تفضل البقوليات داخل نظام اللو كارب دايت. الخطوه الثانيه هقول لكم ايه هي مميزات نظام لو كارب دايت. فكرة ان احنا نقلل النشويات بالقدر الكبير ده هتساعد بشكل كبير جدا في نزول الوزن وبسرعة كبيرة، خصوصا كمان ان كل جرام من النشويات بيشيل معاه 4 جرام من المية داخل الخلايا. فكرة ان احنا نقلل النشويات بالشكل ده، فاحنا بنعمل على التخلص من كمية كبيرة جدا من المية داخل الجسم، وده هيساعد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزايد. يعني ممكن تلاقي نفسك نازلة او تلاقي حضرتك نازل في الوزن حوالي 5 كيلو، ممكن يكون من ال5 كيلو دول كيلو دهون و4 كيلو ميه. مش معقول يكون ال5 كيلو دهون خلال اسبوع او اسبوعين مثلا، ولكن هتلاقوا نسبه ميه كبيره جدا بتنزل من الجسم، ممكن تكون مختزنه بسبب اكل النشويات الكتير وبسبب اكل الاملاح الكتير، وتكون الميه دي مختزنه ومعبأه داخل الخلايا وميه زايده عن الحاجه، وبالتالي الميه دي بتنزل بشكل كبير جدا. مهم جدا نظام اللو كارب دايت لمرضى السكر. طبيعي مرضى السكر سواء تايب 1 او تايب 2 ما بيكونش عندهم نسب الانسولين كويسه او معتدله تسمح بزياده معدل الحرق والتخلص من كميه السكريات الموجوده في الدم. ان احنا نقلل الكربوهيدرات اللي داخله للجسم بالقدر ده هيساعد هرمون الانسولين انه يكون كافي على حرق نسبه النشويات الموجوده في الدم، وبالتالي هيقلل نسبه السكر في الدم بشكل كبير جدا، وده هيكون عامل مساعد
مساعد كبير لمرضى السكر سواء تايب 1 او تايب 2. كمان الناس البري دايابيتك او اللي ممكن يكونوا داخلين على مرحله السكر او اللي عندهم انسولين ريزيستنس او مقاومه انسولين، هيساعدهم بشكل كبير جدا نظام اللو كارب دايت ان هم يتخلصوا من نسب السكر الزايده او احتماليه الاصابه بمرض السكر، والتخلص كمان من مقاومه الانسولين ونزول الدهون ونزول البطن ونزول الكرش بشكل سريع جدا. مناسب كمان لكل الفئات ولكل الاعمار، وسهل تطبيقه عكس نظام الكيتو دايت ومفيش فيه اي اضرار. ممكن ناس تعتبر اللو كارب دايت لايف ستايل عكس الكيتو دايت. الكيتو دايت ما ينفعش باي حال من الاحوال انه يكون لايف ستايل، انما اللو كارب دايت ينفع ومفيش فيه اي مشكله. وكمان الصيام المتقطع نفسه في ناس بعد شهرين ما ينفعش تزود عن شهرين في استخدام الصيام المتقطع، عشان كده الصيام المتقطع ما ينفعش لايف ستايل عكس برضو اللو كارب دايت اللي ينفع يكون لايف ستايل. اذا مميزاته كتيرة جدا وينفع لكل الناس، ينفع حتى لمريض القلب، ينفع لمريض الضغط، مريض السكر زي ما قلنا مهم جدا انه يمشي على لو كارب دايت، ينفع للاشخاص العاديين بمجرد انه يكون عندهم معدل عالي من السمنة او يكون عندهم دهون عالية يقدروا يمشوا على لو كارب دايت. دي مميزات اللو كارب دايت. تعالوا بقى اقول لكم العيوب بتاعته. اول عيب من عيوب اللو كارب دايت ان احنا بنفقد كميه كبيره جدا من الميه، بنفقد مع الميه دي كم هائل من الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجه. عشان كده لازم نكون اخدين بالنا جدا في الاكل اللي مسموح لنا بيه داخل نظام اللو كارب دايت انه يكون غني بالفيتامينات والمعادن، ونعتمد على الخضروات وعلى الفاكهه في حدود الفاكهه بالذات ال 150 ل 200 جرام نشويات، ونعتمد على الخضروات اللي بتحتوي على فيتامينات ومعادن. وكمان ممكن ناخد مكمل مالتي فيتامين يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعدنا في موازنه الفيتامينات والمعادن داخل الجسم، لان طبيعي اي دايت هيحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها ولو بنسب سواء كانت كبيره او قليله. فممكن ناخد معاه مالتي فيتامين يعوض معايا فقد الفيتامينات والمعادن اللي بيحرمني منها اللو كارب دايت. كمان نزول نسب الميه دي بالشكل الكبير ده والتقليل من كميه النشويات اللي احنا بناخدها ممكن يسبب الكونستيبيشن او الامساك، وده مهم جدا ان احنا نعوضه بزياده كميه الخضروات الورقيه اللي بتحتوي على الفايبر عشان يعوض معايا النقطه دي، وكمان زياده معدل شرب الميه من 3 ل 4 لتر ميه يوميا عشان اتجنب حدوث الكونستيبيشن او الامساك واتجنب فقد السوائل اللي بيحصل من جسمي خلال الفتره اللي انا ماشي فيها على اللو كارب دايت. كمان الناس اللي بتعاني من شراهه السكريات او الناس اللي عاده بتاكل سكريات كتير سواء نشويات معقده وعيش ورز ومكرونه او عامه بتحب تلجا للحلويات والفاكهه الكتير، الناس دي في البدايه هتعاني معاناه شديده مع النظام اللو كارب دايت، وهتلاحظ صعوبه في تطبيق النظام ده خلال اول 3 أو 4 ايام. ممكن تحس ببعض الدوخه، بعض الصداع، بعض الاريافه او الاكتئاب او الزهق او الخنقه. ده طبيعي جدا نتيجه تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير جدا خلال اول 3 أو 4 ايام من نظام اللو كارب دايت. بعد كده هيكون في تعود عادي ومفيش اي مشكله من تطبيق النظام ده، وهتكون الامور اسهل بكتير جدا. دي عيوب نظام اللو كارب دايت. نيجي بقى لاخر حاجه وهي مده تطبيق نظام اللو كارب دايت وازاي نمشي عليه. زي ما اتفقنا ان النظام ده ينفع لايف ستايل وان احنا ممكن نمشي عليه فتره طويله جدا وما يكونش فيه اي مشاكل، وهيساعدني بشكل كبير جدا في نزول الوزن والتخلص من كم هائل من الدهون. شرط ان احنا نعوض ده بالميه الكتير ونعوض بمكمل غذائي او مالتي فيتامين يساعدني في تعويض الفيتامينات والمعادن اللي بتنزل من جسمي مع نزول الميه. مهم جدا ان احنا مع نظام اللو كارب دايت نحافظ على معدل النشويات اللي داخله جسمنا ما تكونش اكتر من 150 ل 200 جرام من النشويات. ممكن نمشي عليه فتره طويله، نمارس معاه الرياضه بشكل كبير جدا، هنلاقي نتيجه ممتازه مع نظام اللو كارب دايت. وزي ما قلنا ينفع لكل الفئات، رجاله، ستات، شباب، بنات، مفيش اي مشكله طالما بيعانوا من السمنه وبيعانوا من زياده الوزن وزياده نسبه الدهون في الجسم. يعد من افضل واقوى الانظمه هو لو كارب دايت. لحد كده الفيديو خلص، دمتم يا رب بالف صحه وبالف عافيه. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير عشان يوصل لعدد كبير من الناس وناس كتير تستفاد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. وكمان ده رقم عيادتنا لو عايزين تتابعوا معانا على الخاص على الواتساب، بتدخلوا على الرقم ده وبتكتبوا بياناتكم، الاسم، السن، الوزن، الطول، الحاله الصحيه، هل بتعانوا من اي امراض او لا، او بتاخدوا اي ادويه او لا، وببتدي اتابع معاكم بنفسي بشكل يومي طول فتره المتابعه لحد ان شاء الله ما توصلوا للوزن اللي انتوا عايزينه وبمقابل رمزي جدا. او لو عايزين تحجزوا كشف داخل العياده ايام السبت والثلاث من 8 ل 11 مساء داخل عياده مباراه عين شمس في شارع عين شمس في العجمي في البطاش في اسكندريه. دمتم يا رب بالف صحه وبالف عافيه. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.